دون كريستيانو رونالدو دوس سانتوس افيرو البرتغالي مواليد 5 فبراير 1985 أكثر لاعب سجل في تاريخ كرة القدم والهداف التاريخي لبطولة تشامبيونز ليج دوري أبطال أوروبا، وأكثر من سجل في تاريخ المنتخبات، يعني يعتبر أكثر شخص حطم أرقام قياسية في تاريخ كرة القدم، وصاحب أعلى عدد متابعين على انستغرام وعنده 568 مليون متابع. كيف كانت حياة كريستيانو رونالدو، وإيش المرض اللي كان عنده، وكيف وصل لهاي المرحلة، وليش ما بيحطوا شوم على جسمه، وكم راتبه مع النصر السعودي. كل اشي راح تعرفوه بفيديو اليوم. قبل ما نبدأ الفيديو بدي تعطيني لايك تقدر تعبي فيه، وتعال نفوت على قصة الأسطورة كريستيانو رونالدو يلي بالنسبة لي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ولد رونالدو في جزيرة ماديرا التابعة للبرتغال يوم 5/2/1985 بين أم اسمها ماريا دولوريس وكانت تشتغل طباخة، وأب اسمه خوسيه كان جندي سابق. ديانة كريستيانو رونالدو مسيحي كاثوليكي، عشان هيك ما بيحطوا شوم. ورونالدو قبل ما يولد أمه كانت بتفكر إنها تجهض حملها برونالدو عشان أبوه كان مدمن كحول ووضعهم المادي سيء. مسكينة ما كانت تعرف إيش يلي ببطنها. رونالدو عنده أختين أكبر منه وأخ أكبر منه، ولما كان عمر رونالدو 6 سنين كان يروح مع أبوه للشغل، وأبوه كان مسؤول معدات في نادي أندرو نينها لكرة القدم، وكان يروح مع أبوه عشان يلعب كرة قدم مع الأطفال. وبعد 2 سنين وقع رونالدو عقد مع نادي أندرو نينها، ورونالدو ما كان يحب يخسر، ولما يخسر يصير يبكي، ودراسته كانت سيئة وكان يكره المدرسة. ولما صار عمره 10 سنين وقع ثاني عقد لنادي ناشونال ماديرا، وبعد 2 سنين بعمر 12 سنة أخذ قرار صعب في حياته، ترك أهله وسافر من جزيرة ماديرا لعاصمة البرتغال لشبونة. يعني طفل عمره 12 سنة ترك أهله عشان عنده حلم في كرة القدم. لما وصل للشبونة راح يعمل اختبار أداء لنادي سبورتنج لشبونة، والنادي أعجب باللاعب ووقع عقد معاهم. ولما صار رونالدو عمره 14 سنة مع نادي لشبونة صار الأفضل بالفريق، وكان يتمرن بشكل كبير، والإشي هذا سبب له مرض بالقلب اسمه تسارع نبضات القلب، والإشي هذا كان بيهدد مسيرته. بس نادي سبورتنج لشبونة تكفل بالعلاج وتشافى رونالدو. وبنفس السنة رونالدو كانت آخر أيامه بالمدرسة عشان غلط على مدرس وطردوه من المدرسة. ولما صار عمره 16 سنة طلع رونالدو على الفريق الأول عشان أعجب فيه المدرب بعد ما شاف لعبه مع فريق الشباب. وبعدها رونالدو لعب موسمين مع فريق لشبونة، ولعب 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف. وعام 2003 كان في مباراة ودية بين لشبونة ومانشستر يونايتد، وهاي المباراة كانت من أجمل مباريات كريستيانو عشان كانت من أهم المباريات في حياته. كريستيانو أبدع في هاي المباراة، وكل يلي شافوه انصدموا من مستواه، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1 للشبونة. ومن يلي شافوه بالمباراة السير إليكس فيركسون. وبعدها بأيام اليونايتد أعلن أنه وقع مع كريستيانو رونالدو ب 17 مليون باوند، وصار أغلى لاعب مراهق. وكريستيانو استمر مع يونايتد 6 سنين، لعب فيها 292 مباراة سجل فيها 118 هدف و69 أسيست، وأكيد حقق ألقاب كثيرة، والألقاب هاي أفضل لاعب في العالم 2008، والحذاء الذهبي 2007-2008، ولاعب العام في إنجلترا موسمين 2006-2007 و2007-2008، وهداف الدوري الإنجليزي عام 2007-2008 ب 31 هدف. وبنفس الموسم كان هداف دوري أبطال أوروبا ب8 أهداف، وبنفس السنة فاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بالدوري الإنجليزي 3 مرات متتالية 2007 و2008 و2009، وحقق لقب كأس العالم للأندية عام 2008، وبطل كأس إنجلترا عام 2004، وأفضل صانع أهداف في الدوري الإنجليزي موسم 2006-2007. وصيف 2009 كان رونالدو أفضل لاعب في العالم. انتقل رونالدو لريال مدريد ب 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، ولكن بعدها أجت كثير صفقات كانت أغلى منها. ومع الملكي ريال مدريد لعب 438 مباراة سجل فيها 450 هدف وصنع 132 أسيست، يعني ب 438 مباراة ساهم ب 582 هدف. والألقاب اللي حققها مع ريال مدريد، يلا نبدأ دعاء السفر. الكرة الذهبية 4 مرات 2013 و2014 و2016 و2017، وجائزة الفيفا 2016 و2017، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا 3 مرات 2014 و2016 و2017، والحذاء الذهبي 3 مرات 2011 و2014 و2015، وهداف الدوري الإسباني 3 مرات، والهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وهداف كأس العالم للأندية مرتين، ولاعب العالم في إسبانيا مرتين 2012 2013 و2013 2014، وفاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات 2014 و2016 و2017 و2018، غير يلي فاز فيه مع يونايتد.
وفاز بالدوري الإسباني لا ليغا مرتين، موسم 2011-2012 وموسم 2017-2016، وكأس ملك إسبانيا مرتين 2011 و2014، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس العالم للأندية 3 مرات 2014 و2016 و2017، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات. وبعام 2018 بسبب بيريز انتقل كريستيانو ليوفنتوس الإيطالي ب 100 مليون يورو، وبرضه مع يوفنتوس لعب 134 مباراة، سجل فيها 101 هدف وصنع 23 أسيست، وفاز معاهم بالدوري الإيطالي مرتين، وفاز بلقب كأس إيطاليا مرة، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، وهداف الدوري الإيطالي مرة موسم 2020-2021 ب 29 هدف. وصار اليوم يلي ودع فيه اليوفي وانتقل لليونايتد بيونايتد لعب موسم، وب 2022 صارت كثير مشاكل بينه وبين المدرب، والإعلام نشر كثير أشياء، وكريستيانو صار عليه ضغط كثير، وطلع بمقابلة وفضح النادي كامل. وبعد المقابلة إدارة يونايتد فسخت العقد، ورونالدو بعدها انتقل لنادي النصر السعودي، ووقع عقد لمدة موسمين ب 100 مليون يورو للموسم الواحد، يعني الموسمين بياخذ 200 مليون يورو. ومع البرتغال لعب 198 مباراة وسجل 122 هدف كأكثر لاعب سجل مع منتخب بلاده في التاريخ. والإنجازات: كأس أوروبا 2016، كأس دوري الأمم الأوروبية 2019، والهداف التاريخي لبطولة اليورو ب 14 هدف. وهيك خلصنا قصة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، الدون كريستيانو رونالدو. إذا عجبكم الفيديو وحابب نحكي قصة عن لاعب ثاني أو شخص، اكتب لي في التعليقات واشترك في القناة، بدنا نشوف كم مشترك بنقدر نزيد بهذا الفيديو، وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار وتشوف الفيديو القادم. كان معكم الباشا، سلام.